تصدقوا ان المبنى اللي قرب ينهار ده كان افخم لوكاندا في اسكندرية؟ وبما ان المبنى ده مش في قائمة الاثار وهيتهد في اي لحظة، هحكي لكم حكايته. من 200 سنة او اكتر كان في خواجة يوناني اسمه كوستا كومبانيس، وده اتسحر بمنطقة الماكس الموجودة غرب اسكندرية، وريحة اليود المصممة رقم واحد عالميا، فقرر يعيش فيها وبنى افخم لوكاندا على شاطئ الماكس، ووكل شركة هندسية تبني اللوكاندا على أعلى مستوى وبطريقة تتحدى عوامل التعرية. أخشاب اللوكاندا كلها مستوردة وجاية مخصوص عشان اللوكاندا دي، واتبنت على الطراز اليوناني والإسلامي، واتشهرت بين الناس باسم اللوكاندا الحمراء لأنها كانت مدهونة كلها باللون الأحمر. اللوكاندا نزل فيها طلاينة ويونانيين وإيطاليين وخواجات ياما، وكانت مشهورة بالحفلات اللي بتتعمل فيها. الخواجة كوستا كان عنده ولدين، ميخائيل وديمتري، ولما توفى الخواجة ميخائيل قرر يرجع بلده، وديمتري فضل ان هو يكمل حياته في مصر وعاش في اللوكاندا وبقى بيديرها، وشط اللوكاندا اتسمى على اسمه. تفوت السنين وفي الخمسينات تترحل الجالية اليونانية عن مصر، وتحول المكان من لوكاندا مشهورة لسكن للأهالي، لحد ما دلوقتي بقى مبنى شبه مهجور.